السلام عليكم. تاني سؤال جالنا حد بيقول انه كان في فترة بيسأل اللي حواليه كتير فهم اخدوا عنه فكرة انه هو انسان وصولي. ممكن نقول كمان اعتمادي. يعتمد على الناس اللي حواليه دايما. لحد ما جاء وقت خلاص محدش بقى عايز يتعامل معاه، فهو بيسأل بيقول انا عندي مشكلة وايه الحل ان انا ارجع تاني اخلي الناس تحبني او تتعامل معايا. طيب بص، في حاجة مهمة جدا، قاعدة عريضة اعرفها طالما انت موجود في مكان شغل او كلية او مكان فيه تعاملات مع الناس. الانسان لازم يكون زي ما بيطلب بيدي. ما ينفعش انك طول الوقت تطلب بس. الشخصية الوصولية اللي هي أنا بكلمك دلوقتي عشان عاوز منك حاجة، أول ما أخد حاجتي معرفكش اركن بقى على جنب واشوف اللي بعده. لا، الإنسان ده بيكره من الناس، لأن الطبيعة البشرية، بصوا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا دي جعل لها قوانين كونية. يعني الكون ده فيه قانون ضخم جدا اسمه الليل والنهار، الشمس والقمر. عمرك شفت الشمس على طول موجودة؟ لا، لازم بيجي وقت تمشي الشمس ويجي بدلها الليل، ودي رحمة للبشرية. على فكرة احنا مش هنقدر طول الوقت نبقى في شمس ولا طول الوقت نبقى في ليل. فدي بيسموها قوانين كونية. من ضمن القوانين دي القانون التعاملات ما بين البشر، ان حضرتك لو طول الوقت بتطلب مساعدة او طول الوقت بتبقى عايز توصل لحاجة وتبقى بتستفاد من الناس وانت مش بتدي قصاد ده حاجة، طبيعي الناس هتبعد عنك. انت نفسك قلت اهو، انا سموني وصولي. الانسان الوصولي شخص بين قوسين اناني، ما بيفكرش غير في نفسه بس. يعني عاوز مثلا يوصل لحاجة معينة، يبدأ يسأل الناس اللي حواليه، كل واحد فيهم عنده معلومة ياخدها منه، بعد كده يوصل للحاجة دي ما يعرفهمش. طب وليه ما تعاملش بقى بالتعاملات النبوية الجميلة؟ اللي هو الشخص ده عمل معايا حاجة حلوة، فأول حاجة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فاللي قدم لي مساعدة أقول له شكرا، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، أجيب له هدية حتى لو بسيطة. يا جماعة الهدايا بتعمل في القلب مفعول السحر. عشان كده رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. يعني عايز الناس تحبك هديهم. هتقولي أصل هدية والأسعار غالية، لا، هقولك حاجة بسيطة جدا. يعني مش هقول وردة عشان الورد ده للبنات. تمام، لا ممكن نقول حاجة لو لراجل، أو لو ميدالية مثلا فيها اسمه أو حرف من اسمه، والله هتفرحه. لو ازازة برفيوم من الحاجات اللي هي الكوبي، مش لازم تروح تجيب حاجة اوريجينال. لو مثلا محفظة، حزام بالنسبة للرجال يعني، حد ساعدك في انك وصلت لشيء، ده حقه عليك انك تشكره. حقه عليك على فكرة. هي دي بقى الحقوق في التعاملات. مش ان انا استفدت منك معرفكش، او استفدت منك خلاص بقول لك صباح الخير وسلام عليكم خلاص. لا، انا قدمت لك خدمة قصادها انك تشكرني، دي اول حاجة. عشان كده ربنا ربط شكره بشكر الناس. يعني انا لو مش بشكرك وانت قدمت لي الخدمة، اصبحت انا مش بشكر الاله. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين الشكر مهم ازاي؟ يعني مش بس بنشكر ربنا على النعم اللي اداها لنا، لا، احنا مطالبين ومأمورين إننا نشكر البشر اللي بيساعدونا. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس، أهي الناس لم يشكر الله. فخلي بالك من النقطة دي جدا. فشوف انت بتشكر الناس اللي بتساعدك ولا لا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشكر مش بس باللسان. انا ممكن اشكر باللسان لو حاجة بسيطة. طب لو حاجة ضخمة فرقت معايا، يعني طلعت مثلا درجة في وظيفتي، او وصلت مثلا ان انا بقيت قريب من دكتور الجامعة، او حاجة فادتني في البروجكت اللي بقدمه، او حاجة فادتني في ان انا عرفت اتقدم للانسانة اللي انا بحبها مثلا، يبقى لازم حضرتك تهادي الشخص ده عشان يفضل بعد كده يساعدك، او على الاقل يبقى حابب وجودك في حياته. فدي مهمة جدا. الحاجة التانية، انت كمان ما تبخلش عليه بأي حاجة عندك، زي ما هو ما بخلش عليك لما انت طلبت منه المساعدة. لكن نظام ان انا ابقى مركز بس ان انا اخد اللي انا عاوزه، دي انانية. والشخص الاناني بيتبعد عنه وبيكره من البشر برضه. فاحنا قلنا قبل كده انه البشر بيحبوا الانسان الخدوم، الانسان الكريم. سواء كريم في لسانه ان انا اقول كلام حلو، او ان انا
اغدق على الناس سواء بهدية او ده بونبوناية، والله هتفرق، والله العظيم بقولك على حاجات بسيطة والله بتفرق مع الناس. مجرد انك بتبدي انك بتعطي دي لوحدها، يقولك اهو عمل غيره ما عملش. بصوا شايفين الجملة؟ فدي مهمة حضرتك، زي ما اخدت لازم تدي. هي دي الحياة. ف يعني بعدين الشخص الاعتمادي اللي هو طول الوقت معتمد على الناس اللي حواليه انها تعمل له معلش اعمل لي ده، وخد ده شيل عني ده، ومعلش انا عايز ده يعني الشخص الاعتمادي طول الوقت بيخنق البشر، ما بيبقوش طايقينه. يعني انت لازم برضو يعني يبقى ليك فايدة في الحياة. مش كل الوقت انا معتمد على اللي حواليا او بستفاد من اللي حواليا. انا فين بقى؟ ما هنا بقى لازم حضرتك تبني لنفسك يعني هوية كده. انا ما كنا في الكوتشنج كده بناخد حاجة لذيذة قوي، يقولك مثلا لما نجيب سيرتك نفتكر ايه؟ قالوا نهى مثلا، هنفتكر ايه لما جبنا السيرة دي او قلنا الاسم ده؟ هنفتكر ايه؟ فشوف انت لما اسمك بيتجاب في المكان، الناس بتفتكر ايه. فاكتر صفة الشخص ده بيعملها هي دي اللي بتبقى لازقة في اسمه. فلو شخص مثلا متعود لما يفطر يعزم، او متعود لما يجي يشرب مثلا شاي ولا حاجة في الشغل يقوم جاي سائل صاحبه او جايب للناس اللي حواليه، او حد دايما لما يدخل يعمل طاقة ايجابية في المكان، او مثلا معروف في الدفعة في الكلية. انا بدي امثلة يعني مختلفة، انه هو مثلا اللي ايه بيصور السكاشن او المحاضرات ويوزعها فري، يقول لك انا بحب انا والله في شاب مرة كان في سيشن قال لي جملة جميلة قوي. قال لي انا بحب كل المعلومات اللي عندي اديها للدفعة، بحب يكون ليا بصمة ورا الدكتور. الدكتور بيشرح الشباب فاهمة أو مش فاهمة، أنا بديلهم البصمة بتاعتي وفور فري، أنا مش طالب حاجة. بس شايفين يعني ده في ديننا بقى أصلا. ده الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الخدوم، يحب الإنسان اللي عنده صفة العطاء، بس ما يجيش على نفسه طبعا. يعني زي ما قلنا خليك متوازن، ولكن صفة العطاء جميلة جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيحب الإنسان اللي في خدمة أخوه، عشان كده قال من كان في عون العبد كان الله في عونه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة. انتوا شايفين بقى لو بصيتوا على الجزاء، الجزاء أعظم. يعني حضرتك بتبقى في عون العبد الشخص اللي هو اللي معاك في الدنيا، اما انت ربنا هيبقى في عونك انت في الدنيا، لا ده انت كمان يوم القيامة. يعني ده بقى اصلا الموقف الاصعب اللي احنا محتاجين ربنا يبقى معانا فيه. فبصوا عطاء الله بيبقى اقوى واكبر، بيضربه لك في كتير قوي. انت مثلا فرجت عن انسان مشكلة، حد لقيته في مشكلة وقفت جنبه في الدنيا، فربنا هيفرج عنك كمان يوم القيامة. فانتوا متخيلين؟ فالموضوع كبير. وسمعت مرة عن سيدنا عبد الله بن عباس، كان في يوم من الأيام في شهر رمضان معتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكيد كلكم عارفين يعني إيه معتكف في رمضان في مسجد الرسول، دي لوحدها منزلة عالية جدا للشخص. ومع ذلك حد جاله على باب المسجد وطلب منه إنه يقضي حاجته، يعني يجي معاه ويحل له مشكلة معينة. فلاقوه طالع من المسجد بسرعة ورايح مع الشخص ده. فاللي جوه المسجد قالوا له ايه، انت ناسي ان انت معتكف ولا ايه؟ طبعا الاعتكاف المفروض ان انت ما تتحركش من المسجد وتفضل يعني بتذكر بقى، بتصلي، شوف بتعمل ايه، المهم ان انت ما ينفعش تطلع من المسجد. فهو لقوه خارج جري، واكن الحاجة اللي هو رايح لها دي اعظم عند ربنا من الاعتكاف. وهو ده طلع فعلا لما سألوه قال لهم انه صاحب هذا المسجد اللي هو رسول صلى الله عليه وسلم، لانه كان في المسجد النبوي، فقال لهم صاحب هذا المسجد قال ان قضاء حاجة الانسان اهم عند الله من الاعتكاف في مسجدي هذا. فده دليل على انه بصوا عظم الموضوع، ان انا لما اقف مع حد في مشكلة او احل لحد حاجة، او حتى والله لو بالكلام الايجابي او اطمن قلبه او اهديه او احسسه بالامان او يعني احل له مشكلته باي شكل،
دي عند ربنا عظيمة، أعظم من الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. شايفين الموضوع كبير ازاي؟ عايزة أقول لكم يعني ده باب استثمار مع رب العالمين. لما حضرتك تحب تستثمر كده فلوسك، لا انا بقول لك بقى استثمر، بس استثمر حسناتك. افتح حساب جاري مع ربنا، حساب استثمار، وده اعظم حساب استثمار تفتحه في حياتك. لان اللي انت بتعمله لو حسنة تتضرب في 700 ويزيد. لو حضرتك بتعمل 100، لو بتعمل 1000، شوف بقى عمالة تتضاعف ازاي وكل يوم. ده مش بس كده، ده كمان افعل يا ابن آدم ما تشاء كما تدين تدان. ربنا هيجعل لك الموقف ده لما يجي الدور عليك انت بقى في موقف مشابه، ربنا هيجعل لك حد يقف جنبك ويساعدك. فانت كسبت اتنين، كسبت كمية استثمار في البنك الرباني قد كده، وفي نفس الوقت انا بقيت ضامن ان لما يجيلي اي مشكلة قدام او يحصل اي موقف والدنيا ما بتخلاش، ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حد ينجدني زي ما انا كنت ناجدة لحد. قصة بقى الوصول لدرجات اعلى او الوصول لحاجات في الدنيا، اعتمد فيها على ربنا شوية، بلاش الاعتماد على البشر. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء. لو أنا عايزة مثلا أنجح في مادة معينة، بإيد ربنا قبل الدكتور. لو أنا عايز أوصل مثلا لدرجة معينة في الشغل أو أخد الترقية، هي بإيد ربنا قبل ما تكون بإيد المدير. لازم تبقى مفعل الموضوع ده جوه مخك، إن كل شيء بقدر وكل شيء بيد الله. وانا مجرد ما احسس الناس اللي حواليا ان انا معتمد عليهم قوي، واكن هم اللي بايديهم الامر، دي لوحدها بتخنق النفس، فبتخليني اتذلل للبشر. لا، انا ابقى عارف ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بايده كل شيء. الترقية دي بتاعتك يا رب، هتدهاني عشان انا استاهلها ولا لا. فابدا اسال نفسي، طب انا حاسس ان انا استاهلها وحاسس باستحقاق ناحيتها، خلاص يا رب من عندك، وابقى راضي بقضاء الله. اعتمد على ربنا، ماشي، هعمل خطوات واسال الناس واشوفه كده، بس ما يبقاش في نبرة احساس ان انا هموت على الشيء ده، لا. ترفع كده، يعني القدر كده كده هينفذ، سواء برضاك بعدم رضاك. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. فلازم حضرتك تبقى مطمن قوي ان حاجتك واللي مكتوب باسمك واللي مطلوب من اي حد لحضرتك هيجيلك. لازم تبقى فاهم ده. فانت تبقى مطمن وبتسعى وانت مطمن، مش بسعى وانا هموت على الحاجة ومحسس الناس كلها ان انا روحي في ايديهم، وبعد كده معرفهمش بقى ليه، لان حسيت ان انا اتذليت. لا، ما تتذللش البشر خالص. الله سبحانه وتعالى كفل لك رزقك وكفل لك كل شيء مكتوب لك، فانت اتعامل يعني باستحقاق ان الحاجة ان شاء الله جاية، وانا مطمن ومصدق في الله. طب اعمل ايه؟ اسعى واجتهد واسأل لو في حاجة اعملها، ولكن من غير اي تذلل للبشر. ولو سمحت، عشان تغير الصفة اللي اتخذت عنك دي انك وصولي، احنا هننام نقوم نعمل نظام السحلية على طول. اللي هو ايه، انا شخص تاني، انا شخص جديد. يعني هبطل السجاير واكون انسان جديد زي ما قال. اسمه ايه ده؟ نعمل ايه؟ انا خلاص، ادخل على الناس اللي عرفوا خلاص ان انا وصولي ومش عارفه ايه، ادخل بقى بهديه رقيقه، كيس بونبوني كده، اعزمهم على حاجه يشربوها، اجيب ورد في المكان مثلا. يعني اي حاجة جديدة تعملها هيبدأوا يستغربوا، ايه ده، هو حصل له ايه؟ ايه هو عدت عليه سحلية وهو نايم ولا إيه؟ انا ماشي بنظام السحلية ده. المهم التغيير اللي بيحصل ده في دماغ الناس، بيصدقوه على فكرة. بيستغربوه في الاول، بس بعد كده بيصدقوه طالما انت فعلا نويت انك تبقى بصفة جديدة. اعمل الحاجة الجديدة دي اللي هيستغربها الناس ويقولوا ايه ده، ازاي ده، احنا عارفين انه وصولي، ايه اللي حصل له، ايه هو اتغير ولا ايه. فانت تبدأ تثبت لهم انك فعلا غيرت الصفة دي، وتبدأ كلامك يبقى طيب. مهم قوي يا جماعة الكلام ده، الكلمة الطيبة صدقة. حضرتك بتقول الكلمة الطيبة للإنسان مش عشانه هو، عشان انت هتاخد عليها اجر. يلا بتتحط لك كلها في حساب الاستثمار الرباني بتاعك. انت زعلان ليه؟
وبعدين علقوا للناس على جمالهم، يعني ايه الشياكة دي، ايه اللبس ده، الطقم ده حلو، ده شكله حلو عليك، ما شاء الله كذا، شغلك جميل، مش عارفة ايه. الكلام ده بيخطف القلب والله العظيم. الإنسان يعني انت بتاكل قلبه بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتفرق، عشان كده ربنا ادانا عليها ثواب، عشان يعني بتدوب الرخامة بين البشر، بتدوب البلوكات النفسية اللي احنا بنبقى عاملينها بيننا وبينهم. انا مش طايقه، انا مش عاوزه، مش عايز اشوف وشه، ما يدخلش عليا تاني. طب وبعدين تقول له آه، حضرتك ما شاء الله ده، ما شاء الله وشك منور النهارده، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، شغل حضرتك عجبني جدا، ما شاء الله عليك. شايفين الكلام؟ فيبدأ الإنسان اللي مش طايقك يبدأ يقول ايه ده، ويبتسم كده وتلاقي الوش نور. فبعد اذنكم خلوا كلامكم طيب مع البشر. الكلمة الطيبة مش انت بتدفعش عليها فلوس، ببلاش على فكرة. دي الحاجة الوحيدة الفري في مصر. الحاجة الوحيدة الكلمة الطيبة، تمام. ف يعني انت كده كده بتبقى محبوب من رب العالمين، لانه الانسان اللي لسانه طيب قلبه بيبقى طيب. وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فخليك دايما شخص رباني كده في كنف الله. وتعامل ربنا اكتر ما تعامل البشر. ما تركزوش قوي مع الناس، وما تركزوش قوي في كلام الناس. خليك مركز مع رب الناس، اجمل واحلى واسهل. وهتلاقي قلبك كده اتملى يعني سلام نفسي. يا رب كده تنفذ الطريقة. وإن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الناس بدأت تتغير معاك، وبدأوا يعرفوا عنك معلومة جديدة، وهيشيلوا وصولي دي ويمسحوها، أو أناني أو أي كلمة مش حلوة، ويبدأوا يقولوا الحمد لله اتغير وغير الصفة اللي فيه. ويبدأوا يحطوا لك الكلمة الجديدة بقى، إنك بقيت شخص كريم مثلا، أو أسلوبك حلو، أو بقيت مساعد خدوم متعاطف، أي بقى جملة من الحاجات اللذيذة دي، وتبدأ تقترن بوجودك. ساعتها بقى لو طلبت تاني مساعدة، أو طلبت إن حد يقولك على حاجة، أو طلبت معلومة، هتتقالك بسهولة وجمال، وهم مبسوطين وفرحانين، لأن هم عارفين إنك اوريدي ما بقتش شخص وصولي، أو حد بيفكر في نفسه بس.